الحلقة الماضية مثلنا لاجتماع اللازم والبدل بقوله تعالى آمين وبغيرها من الكلمات، واليوم نأخذ اجتماع شيء جديد وهو اجتماع المتصل والبدل. اجتماع المتصل والبدل، مثلا نقول رئاء الناس، قال تعالى رئاء الناس والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. رئاء لو نظرنا إلى هذه الألف مع الهمزة قبلها رئاء هذا مد بدل، ولو نظرنا إلى الألف مع الهمزة التي بعدها رئاء فهذه الألف قد اكتنفها همزتان، همزة قبلها وهمزة بعدها. هذه الألف مع الهمزة التي قبلها مد بدل، هذه الألف عينها مع الهمزة التي بعدها مد متصل. فهل نمده بمقدار حركتين ونقول هو مد بدل، أم نمده أكثر ونقول متصل؟ الحقيقة كما نعلم القاعدة تقول أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل. البدل أضعف شيء والمتصل أقوى منه، إذن نهمل البدل ونمد هذه الكلمة كالمتصل. إن كانت عادتنا في المتصل أن نمده أربعا، يعني مثلا مرت معي كلمة السماء ومددتها أربعا، ثم وصلت إلى رئاء أمد رئاء الناس أمدها أربعا. إن كنت أمد السماء وصلا 5 حركات أمد رئاء 5 حركات. إن كنت أمد السماء 6 حركات لحفص من بعض طرق الطيبة أو لغير حفص كحمزة وورش من القراء العشر، فإنني أمد رئاء الناس وصلا 6 حركات. المهم أننا نأخذ المتصل ونهمل البدل عملا بقاعدة أقوى السببين. ما قلته نستطيع أن نلاحظه على اللوحة التالية في حلقة اليوم، والتي عنوانها اجتماع المتصل والبدل. إذا اجتمع المتصل والبدل على حرف مد واحد أعمل المتصل وأهمل البدل عملا بقاعدة أقوى السببين، نحو رئاء الناس. نلاحظ أننا كتبنا تحت ألف رئاء 4 و5، يعني لأن حفصا رحمه الله من طريق الشاطبية يمد المتصل إما 4 حركات وإما 5 حركات. هذا بالنسبة لاجتماع المتصل والبدل.